الناس امبارح اللي بتقول ان علي ماهر ما لعبش كويس قدام الاهلي وليه سيراميكا ظهر بالمستوى ده قدام الاهلي. الاهلي اللي لعب حلو، الاهلي اللي لعب حلو يا جماعه. الحلقه دي كويسه جدا، اتفرجوا بس للاخر، شوفوها للاخر. الاهلي لعب حلو. الاهلي لعب ازاي وعماد النحاس لعب ازاي؟ لعب دفاع متقدم. طيب، في شرط في الدفاع المتقدم، عشان الدفاع المتقدم لازم يبقى في ضغط عكسي. يعني ايه ضغط عكسي؟ يعني لما هفقد الكوره لازم استرجعها بسرعه. مين يسترجعها؟ المساحه اللي موجود في مساحه الكوره، مش شرط حد معين. فلما هلعب دفاع متقدم والكوره يتم عليها الترانزيشن، لازم ضغط عكسي يحصل واستخلص الكوره في اقل وقت ممكن. وده اللي النحاس ولاعيبه الاهلي امبارح تعبوا فيه في لقاء الاهلي وسيراميكا. طب حد يقول لي طب الماتش ليه طلع 1-0؟ عشان ما عندكش وسام، ما عندكش واحد بكواليتي وسام. لو عندك واحد بكواليتي وسام الماتش بقى خسر 4-5. الاهلي لعب امبارح صح. طب تعالى عشان ما تقولش عليكم، شوف الاهلي لعب صح ازاي امبارح. تعالى نخش على ارض الملعب ونشوف النحاس قدر يطبق ازاي الضغط العكسي، وازاي لعيبه الاهلي. ومروان كان لازم ياخد مان اوف ذا ماتش مش تريزيجيه. يلا الملعب كده دلوقتي. مروان بص يا جماعه باللونج بول لطاهر. بص طاهر كده هيلعبها الهاني، هي العرضيه اتقطعت. بص بقى استخلاص الاهلي بقى كوره. بص ضغط عكسي، محدش يعرف يعمل حاجه بالكوره. اضغط. عمل ايه مروان؟ رجع الكوره ورا، برضه ضغط. العب اي حاجه. الاخر الاهلي خدها. الماتش كله كان ماشي كده. هلعب وافرض رتم لعبي واسلوب لعبي، بس يوم ما اتخطف لازم اضغط ضغط عكسي عشان خاطر ما تردش عليا بهدف. وكان استاذ وراتب ماسك الماتش صح. هو كان مروان عطيه بصراحه، وكان لازم ياخد مان اوف ذا ماتش. طيب معانا ايه تاني برضو؟ يلا نكمل كده. دلوقتي مروان المعلم هيلعب شورت باص لبن شرقي، هيجيله تاني، هيوزع. بس قطعت. بص قطع. خلاص خلصت. مروان هو اللي بيتحكم في رتم اللعب، هو اللي بيوزع وهو اللي بيقطع. فاذا يا جماعه طالما هلعب ضغط عالي لازم هضغط ضغط عكسي. مين اللي يضغط؟ اللي في المساحه موجوده الكوره فيه. تعال نكمل معانا ايه تاني كده. دلوقتي يا كباتن هنا الاهلي طبعا مروان هو بيتحكم في رتم اللعب، هيجمع لعب ناحيه الشمال عشان يفضي هاني او طاهر الناحيه الثانيه وتتلعب له الكوره، يعمل هو الكروس. تعال الملعب كده. دلوقتي الكوره مع المعلم مروان عطيه. بس يا جماعه الاهلي يجمع اللعب ناحيه الشمال عشان خاطر يلعب لعبه الناحيه اليمين. تجميع لعب ناحيه الشمال اهو. بص هاني يا جماعه، تحركات هاني بن رمضان هيلعبها له. هنلعبها على طول. اتقطعت، جت لتريزيجيه. الكره الثانيه معانا، حتى لما اتقطع الكره الثانيه انت خدتها عشان انت فرض اسلوب لعبك، مش مخلي سيراميكا يمسكوا كوره، عشان انت عامل زي ما قلنا دفاع متقدم وعامل الضغط العكسي. طيب معانا ايه تاني؟ يلا نكمل كده. طب يا كباتن الطريقه دي ليه بعملها؟ عشان افرض اسلوب لعبي ورتمي على اللقاء، سواء بتلعب اي حد اي فريق. طبعا انا بعمل الطريقه دي هبقى طول الماتش انا المستحوذ. حتى لو انت خدت الكوره مني هضغطك ضغط عكسي واخد الكوره واطلع عليك تاني بالكوره واقرفك وهزيك وههدف وهقرفك من الاخر يعني. طيب تعالى كده يا جماعه شوف كده الكوره دي واحده كده علينا، عشان الكوره دي فيها تفاصيل مهمه جدا تقول لك الماتش كان ماشي ازاي. يلا الملعب كده. دلوقتي الكوره مع الشناوي هيلعب اللونج بول لطاهر. بس يا جماعه طاهر هيستلم، هيتحرك له اوفرلاب. هاني كمل، هيتدال بن رمضان، هيتلعب، هتيجي الهاني. هنعمل كروس، هياخدها بسام. بص عندك كام واحد دلوقتي من لعيبه الاهلي جوه؟ عندك 1 2 3 4 5 من لعيبه الاهلي. طيب تعال نشوف بقى طلع سيراميكا هيطلع بالكرة ازاي، وانت عندك 5 اوت اوف بوزيشن. هيرجعوا ازاي وازاي هيستخلصوا الكوره في ارض الملعب. يلا نكمل كده. دلوقتي بسام لعب الكوره بسرعه. بص الضغط بقى، مروان ضغط، الاسد بتاعه ضغط. الكوره جت لتريزيجيه، هيلعب في العمق. الكوره مع الاهلي دلوقتي. بس كده هتيجي لشريف بن شرقي اللي مموت اللعب. تيجي مروان تاني، بن شرقي موت اللعب. هيتقطع بن شرقي، نقف هنا. اتقطع بن شرقي. دلوقتي برضه هنبص برضه على سيراميكا اللي مش عارف يعمل حاجه بالكوره عشان خاطر مضغوط عليه من لاعب الاهلي ضغط عكسي. تعال نكمل كده ونشوف لعيبه سيراميكا
شكلها في الملعب كان عامل ازاي؟ يلا الملعب كده دلوقتي. بص لعيبه سيراميكا، بص بيكهام ضغط ما جابهاش، اللي بعده ضغط تاني ما جابهاش، نكمل ضغط تالت، بص جت اهي، هتضغط هروح انفراد لطاهر. طاهر بقى لو بيعرف يحط جول الكوره دي جول، هيبقى انا عشان خاطر ضغطت صح وجبت الكوره صح واستخلصت صح الكوره دي جول. بس امكانيات لاعب، امكانيات لاعب. انت كان عندك وسام الكوره دي خلصها لك، اي لاعب بيعرف يجيب جول الكوره دي خلصها لك. فماتش امبارح العدل يخلص 3 4 5 عشان انت لعبت كويس، عشان انت لعبت كويس، لكن ابدا ما يخلص 1-0 ابدا. فلعيبه سيراميكا امبارح بجد هي علي ماهر اتفاجئ من طريقه لعب عماد النحاس. الاهلي مش متعود يلعب اللعب ده، هو مروان متحكم في اسلوب وريتم اللعب، وهو البلاي ميكر في الاهلي. والعب ضغط والعب ضغط متقدم، بس بشرط هضغط ضغط عكسي، وده نجح في النادي الاهلي. ولو كان الماتش طلع تعادل كان عكس الطبيعه بصراحه. فده يا جماعه كان شكل الاهلي امبارح، وده شكل عماد النحاس امبارح. لعب ماتش كويس جدا، ولعيبه الاهلي كانت عامله ماتش كويس جدا على ارض الملعب بالشكل ده. ولو عندك واحد بيعرف يفنش مش شريف او طاهر كان ماتش راح في حته ثانيه خالص. ده يا جماعه كان التحليل البسيط، يا رب يكون عجبكم. ان شاء الله مستني رايكم في الحلقه دي، وان شاء الله باذن الله الماتش جاي الاهلي مع حرس الحدود الساعه 5 يوم الثلاث. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله كده، حافظ على فرق الاربع نقط بينه وبين الزمالك. شكرا يا كباتن، معلش طولت عليكم. شكرا يا كباتن، تحياتي ليك.